كده يا جماعة، احنا اتكلمنا في الفيديو الاولاني. احنا طبعا واخدين سلسلة كده واحدة واحدة ان احنا نتعلم السواقة خطوة بخطوة. الفيديو الاولاني خالص اتكلمنا عن ازاي اتعرفنا على الدواسات وايه طبيعتها وبنستخدمها ازاي. تاني فيديو اتكلمنا على ازاي ندور العربية من غير ما تبطل، من غير ما العربية تنط مني، لازم امور. وشرحنا في الفيديو ده تالت فيديو يا جماعة، ازاي بنبدأ نطلع بالعربية، ازاي ابدأ اطلع بالعربية. اول حاجة بعملها، طبعا احنا عرفنا الفيديو اللي فات اتكلمنا على وضع المور وازاي ادور العربية. دلوقتي انا دورت العربية وعايز اطلع. اول حاجة بمسك دبرياج برجلي الشمال وبضغط للاخر. طيب ضغطت رجليا للاخر، جبت الغيار الاولاني، اجيب عصاية الفتيس، الوضع المور اهو، اجيب شمال كده والقدام زي الخريطة بتاعت اللي مرسومة على العصاية. انا كده في النص اهو، شمال وقدام، ده الاولاني. اجيب العصاية للشمال وقدام، ده كده وضع الغيار الاولاني. طيب اطلع ازاي بقى؟ دلوقتي انا رجليا ماسكة الدبرياج وجبت الغيار الاولاني. اول حاجة ببتدي اعملها ان انا بدوس سنة بنزين صغيرة. طبعا ما بتقلش رجليا على البنزين عشان العربية ما تندفعش مني. بدوس شعرة كده بنزين وابدأ اسيب رجلي الشمال. طبعا ما بطلعش بكعب رجلي لفوق، ما ينفعش اطلع بكعب الرجل، لا انا بثبت كعب رجلي تحت وببدأ اسيب وش رجلي هو اللي بيسيب الدبرياج سنة سنة. طيب انا دلوقتي بدوس سنة بنزين وببدأ قصادها اسيب سن الدبرياج بوش رجلي سنة سنة. اول ما العربية تبتدي تتحرك معايا بثبت رجلي، يعني ما بطلعش برجلي للاخر يا جماعة، لا انا ببدأ اسيب دبرياجي بسنة سنة بوش رجلي، واول ما العربية تتحرك بقوم مثبت رجلي مكانها عشان العربية ما تنطش مني وتبطل ونقعد ندور ونبطل. تثبيتة الرجل دي بتمنع ان العربية تقف وتبطل مننا. فاول ما بثبت رجلي، مجرد ما العربية طلعت مفيش ثانية او اتنين امنت ان العربية مشيت، ببتدي اشيل رجلي خالص من على الدبرياج وابدأ اتعامل بسنس البنزين. بعد كده عايز مثلا اهدي، بنقل وش رجلي كده على الفرامل، بهدي سنس بسيط. عايز امشي تاني بنزين بدوس بنزين. طب حبيت اقف بدوس فرامل بالراحة كده واحضن عربيتي وابدأ امسك دبرياجي واقف. وبعد ما اقف يا جماعة بقوم ممور عربيتي في النص عشان اقدر بعديها اشيل رجلي من على الدبرياج عشان العربية ما تنطش مني. يا رب نكون قدرنا نوصل لكم المعلومة ويكون في إفادة ليكم إن شاء الله، في إفادة. وتابعوا معانا يعني بقية السلسلة بتاعت الفيديوهات لتعليم السواقة خطوة بخطوة، وإن شاء الله هتفيدكم بإذن الله. ما تنسوش الاشتراك معانا في القناة، ويا ريت الناس تشير الفيديو عشان غيركم يا جماعة يعني يستفيد وتعم الفايدة للكل. يا ريت الناس يعني اللي تلاقي الفيديو تشيره لأكبر قدر من الناس، تفيد الناس وده هيساعد الناس. طبعا مش هننكر ان لازم الجزء العملي طبعا مهم، بس لما تبقى واخد فكرة عن الفيديو وواخد فكرة نظرية، لما تيجي تتعامل عملي هيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. فياريت نشير الفيديو على أوسع نطاق لتعم الفائدة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.